النهارده هنبدأ نتكلم عن أول جزء في الحلقات بتاعتنا، هو الجزء المرتبط من أول شهر رمضان، أول 9 أيام هنتكلم فيه عن الحمية الغذائية المناسبة اللي أنت سيادتك بدورها هتمهد بيها لباقي الأيام في رمضان. طبعا اللي مش عارف احنا بنتكلم عن إيه أو مش فاهم الموضوع هيتفرج على الفيديو الأولاني، المقدمة اللينك بتاعه فوق، هيبدأ يدخل على اللينك ويشوف احنا بنقول إيه والسلسلة بتاعتنا عبارة عن إيه بالظبط، عشان يكون متابع معانا. احنا النهارده بنتكلم عن أول جزء في الحلقات وشرح مفصل. احنا عايزين يا جماعة مبدئيا لما نيجي نخش في أجواء رمضان لازم نكون بنتكلم بالمنطق وبالعقل. يعني ما ينفعش اجي اطلب منك وانت بتعمل دايت اقول لك خد وجبة فطار، بس لو لقيت حلويات قدامك ما تاخدش، لو لقيت اي عصاير قدامك ما تاخدش. انت هتسمع الكلام ده؟ صدقني مش هتسمع الكلام ده. ده اللي احنا بنواجهه مؤخرا. الحميات الغذائية كلها مفيش فيها سعرات حرارية كتيرة، مفيش فيها مقبلات، مفيش فيها وجبات خفيفة، مفيش فيها زي ما بيقولوا سناك وحلويات والحاجات دي كلها. فطبعا بيحصل نفور قوي من الموضوع، تبدا الناس تهاجم الدايت ده وتقول لا يا دكتور مش هلتزم بيه. احنا بقى عايزين نغير المنطق ده، بس واحنا بنغير المنطق ده ناخد حاجات مناسبة لينا. اول ما سيادتك يأذن عليك اذان المغرب، اي انسان طبيعي ممكن يتجه ياخد مثلا 3 حبات من التمر، طبعا هم سنة نبوية مكرمة عليه افضل الصلاة والسلام. ممكن 1 أو 3، والله سيادتك لو مكتفي ب1 مفيش مشكلة، عايز تخليهم 3 خليهم 3 مفيش مشكلة. هناخد معاهم طبعا حليب يفضل يكون خالي الدسم. طب لو سيادتك مش متاح خالي الدسم ممكن تاخد كوب حليب كامل الدسم، ويا ريت لو خليته نص كوب حليب خالي الدسم. قدرت ما قدرتش خليك في الكوب الحليب الخالي الدسم مع 3 تمرات. كده مهدنا، كده فطرنا. ادي نفسي مساحة بالظبط 5 دقايق أو 10 دقايق اخد نفسي، علشان انا كده هيأت المعده للاكل والشرب. اروح على طول وجبتي بتاعه الفطار، لازم اتجه مبدئيا الى كوب ماء، لان الميه بتدي ايحاء بالشبع. الميه دي بتقفل انها مشتريات كتيره للوجبات. بعد ما اخد كوب من الماء انا قدامي طبعا ملذات كتيره وقدامي اصناف كتيره، مفيش مشكله ان انا ابدا بطبق السلطه، مفيش مشكله ان اخد طبق سلطه على وجبه الفطار، اهيئ برضو المعده. خلي بالك الترتيب اللي انا بقوله لك ده بيريح المعده جدا. كتير قوي من الناس تلاقيها فطرت جامد، تعبت جامد، مغص شديد، ألم، مش قادرة تقوم، لأن هي مشت بخطوات سيئة مع المعدة، خلت المعدة يصيبها آلام كتيرة منها المغص والإسهال وحاجات كتير. احنا بقى عايزين نمشي بخطوات سهلة ولا ضر معدتك، وفي نفس الوقت تقوم شبعان. كمان في نفس الكلام بتبقى ماشي على حمية غذائية لإنقاص الوزن. ده 3 أهداف لازم نعملهم. أول هدف زي ما قلنا أكون ماشي على الحمية الغذائية عشان أنزل وزني. تاني هدف إن أنا أقوم شبعان. تالت هدف معدتي ما توجعنيش نهائيا. اخدت التمر، اخدت الحليب، اخدت كوبايه الميه، اخدت طبق السلطه، طبق الخضار. اي خضار مسبك موجود في البيت او خضار مسلوق ما عنديش مشكله. اخد طبق خضار صغير. طب هو لو في تسبيكه اجيب الخضار ده اصفيه من التسبيكه في طبق صغير تاني، بحيث ان انا اقلل التسبيكه اللي فيه عشان فيها سعرات كتيره. قدرت ما قدرتش اخد طبق صغير من الخضروات برضو فيه تسبيكه. احاول ابعد عن البسله والجزر عشان هي فيها حاجات نشويات كتير، احاول ابعد. احنا كل الدايت بتاعنا ده مش مبني على الامر، مش مبني ان انا بجبرك على حاجه، انا بدي لك اختيارات. انت ليك اختيارات، تقدر تاخد اختيارات صعبه، تقدر تاخد اختيارات سهله، والحالتين كده كده هيخسسوك، كده كده في نفس الوقت تنزل في الوزن. بس طبعا ده ليه ناتج وده ليه ناتج اقل سنه بسيطه. خلصنا طبق الخضار، طبعا هنروح للبروتين بتاعنا. هو طبعا زي ما بنقول الفراخ كلها بانواعها بمشتقاتها، اللحوم كلها بانواعها بمشتقاتها، الاسماك والمنتجات البحريه، ممكن ندخل بيض، ممكن ندخل عدس، ممكن ندخل جبنه قريشه. كل دي اصناف بروتينات وبدائل. انا هنا بقول يا جماعه بدائل ال9 ايام كلها. اكيد سيادتك مش كل يوم هتاكل فراخ، اكيد سيادتك مش كل يوم هتاكل لحوم، اكيد سيادتك مش كل يوم هتاكل منتجات او اسماك او حاجات بحريه او كائنات بحريه. طيب احنا الكبده والقوانص الحاجات دي كلها على فكره هي من مشتقات اللحوم ومشتقات الفراخ، تقدر تاخدها. يعني لو كبده لحمه تاخدها عادي، لو كبده فراخ تاخدها عادي كبدايل، لو عندك سجق معمول في البيت برضه تاخده عادي. بس انا عايزك تقلل على قد ما تقدر الزيوت. يعني لو الحاجات دي معموله في الزيوت نقللها مش هنمنعها، لان كلنا عارفين ان الزيوت دي بتكون فيها احماض دهنيه، فعايزين نقللها على قد ما نقدر علشان ما تاثرش على الوزن. اذا قلنا الفراخ ومشتقاتها، اللحوم ومشتقاتها، كل انواع البروتينات. ده الترتيب بتاعنا. اخر بقى حاجه بناخدها في الوجبه هي النشويات. النشويات دي ممكن تكون على هيئه طبق من الرز زي البوله الصغيره، مش هنقول معالق، مش هنقول كميات صغيره، عشان احنا برضو بنقول ان احنا في تجمعات عائليه كتيره، بنكون بنقابل ناس وناس من اصدقاء وعائلات، ما اقدرش اقول له اديني 5 معالق عشان اعمل ده. خلينا نكون برضو منطقيين وواقعيين. فاحنا هناخد بوله صغيره من الرز.
طيب لو عندنا محشي، طب ما المحشي ده هو من مشتقات الرز، نفس البوله الصغيره اقدر اخدها. اذا احنا ما قلناش المحشي لا في الدايت ولا في رمضان، عاملين محاشي ناخد برضو بوله صغيره. طيب مكرونه، بوله صغيره مكرونه. طب لو مكرونه بشاميل برضو بوله صغيره، ما هي برضو من مشتقات المكرونه، مش هنمنع نفسنا منها ونقول لا احنا عاملين دايت. اخر حاجه عندنا طبعا هيكون العيش. العيش ده ممكن اخد رغيف، اذا انا اخدت في الحميه الغذائيه بتاعتي النشويات عيش او رز او مكرونه. طيب ممكن ناخد بطاطس، ممكن حتى لو عاملين صينيه بطاطس في الفرن ناخد برضو منها بوله صغيره. البوله دي برضو لو فيها تسبيكه هنقلها على قد ما نقدر، تكون مفيده للنشويات. اذا خدنا وجبه متكامله. صدقني لما تخلي نشوياتك في الاخر فانت رايح لاخر صنف في النشويات بكل شبع وبكل جمال، وانت اصلا عندك اريحيه، معدتك ماشيه كويس، انت شبعان مش جعان، كمان مستفيد، مبسوط بطبق المحشي اللي انت بتاكله، مبسوط بطبق المكرونه البشاميل اللي انت بتاكله، مبسوط بطبق البطاطس اللي انت بتاكله، ما عندكش نهى وشراهه ليه. لكن لما بتبدا بالنشويات سواء المكرونه او سواء المكرونه البشاميل او المحشي والحاجات دي كلها، بيدي لك نهى وشراهه كبيره قوي 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 الوجبات، وتلاقي نفسك انت هتاكل الابيض واليابس ومش هيكفيك بوله صغيره، هيكفيك طبق كبير. وخد الخطوات دي هيفرق معاك. كده احنا قلنا اول خطوه وجبه الفطار على مدار ال9 ايام البدائل بتاعتها. كملوا معانا الفيديو الاخر علشان ندخل الوجبه اللي بعدها ونشوف الوجبه الثانيه والثالثه وتعرفوا ايه المناسب على باقي اليوم. الوجبه الثانيه دي بقى الوجبه الجميله. انا دلوقتي شخص فطرت وخدت وجبه الافطار بتاعتي. وجبه الافطار بتاعتي طبعا من ضمن الطقوس المصريه وجود انواع عصائر كتيره زي عصير البرتقال والتمر هند واليميش رمضان، الحاجات دي كلها، وطبعا موجود حلويات. من سبع المستحيلات ان انا اكون شايف الحاجات دي قدامي ما اكلهاش، ده طبيعي ومنطقي، خلينا نكون منطقيين. فانا دكتور فطرت وخدت وجبتي، محتاج زي ما بيقولوا المصريين احنا ناخد حاجه للتحليه. اقدر، ما تمنعش نفسك، بس الحاجه التحليه دي نقدر نخليها وجبه خفيفه او نقدر نخليها قطعه صغيره وبعد كده ناخد وجبه خفيفه، ما عنديش مشكله. يعني سيادتك لو خلصت وجبه الفطار بتاعتك وحابب تاخد حلويات تقدر تاخد قطعه من الحلويات، قدامك كذا صنف، لو خدت منه جزء صغير على طبق صغير كده مفيش مشكله. والقطعه دي معاها كوب من العصير، اي نوع عصير من انواع العصائر الرمضانيه تقدر، مفيش مشكله. نقدر نعتبر دي وجبه خفيفه، ونقدر نعتبرها كمان ان هي بعد وجبه الفطار وناخد وجبه خفيفه تاني بروتين وسلطه. بس انا هطلب منك طلب صغير. لو انت سيادتك خلصت وجبه الفطار بتاعتك وحاسس انت عندك نهم وشراهه الحلويات، خد كوبايه شاي اخضر او قهوه خضراء، هتفرق معاك قوي 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 قوي. اولا هتديك ايحاء بالشبع، مش هتخليك عندك النهم والشراهه، هتشتغل كمضادات اكسده، هتشتغل على تصريف الدهون، هتفرق معاك قوي في حرق السعرات اللي جايه، فبتمهد للحلويات اللي جايه. طيب انت دلوقتي خدت الوجبه على طول وما خدتش كوبايه الشاي الاخضر والقهوه الخضراء، مفيش مشكله، خدها واتجه للوجبه اللي بعدها اللي هي الوجبه الخفيفه. بس قبل الوجبه الخفيفه لازم تاخد مشروب اعشاب، لان انت عايز تصرف الدهون اللي حصلت. طبعا يفضل يكون مشروب جميل قوي زي القرفه والجنزبيل، هو مشروب حارق للدهون ويحرق معاك كل السعرات اللي فاتت. وتاخد وجبه خفيفه، الوجبه الخفيفه دي طبعا اكيد هتكون بروتين وسلطه بدون نشويات. انا اوريدي واخد وجبه كبيره فيها نشويات، اوريدي واخد وجبه بعد الوجبه الكبيره دي فيها حلويات وفيها عصاير، اوريدي بروح للوجبه اللي بعدها اللي هي وجبه البروتين والسلطه اللي هي الوجبه الخفيفه. في ناس بقى تقدر تستبدل وجبه البروتين والسلطه تخليها وجبه الحلويات، اذا تبقى الوجبه الخفيفه بتاعتها هي قطعه حلويات مع كوب من العصير مع كوبايه الشاي الاخضر او القهوه الخضراء. في ناس بتعمل كده، في ناس بتعمل كده، ما عندناش اي مشكله. طيب كده خلصنا الوجبه الثانيه، هنروح ان شاء الله الوجبه الثالثه، ودي طبعا من اهم الوجبات عند المصريين، لان في ناس كتيره قوي ما بتاكلش حلو الفطار، تبدا تروح للوجبه الاخيره تاكل فيها بنهم وشراب. كملوا الفيديو الاخر علشان نوصل لوجبه السحور، الوجبه الجميله انا بعتبرها هي نهايه اليوم ونهايه احداث الاكل الجميل. الوجبه الاخيره هي وجبه السحور. انا بصراحه من الناس اللي بحفز وجبه السحور، بحبها جدا، وبزعل قوي من الناس اللي بتقول لي انا ما بتسحرش. يا جماعه تصحروا فان في السحور بركه. والله لما انت تمنع سحورك مش هتخس، الرسول قال كده، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. مش انا اللي بقول كده يا جماعه، ما ينفعش تمنع السحور. ليه تمنع السحور؟ تسحر، خد وجبه مناسبه لجسمك، شغل الجسم، ما تخليش جسمك على وجبه الفطار لحد تاني يوم وجبه الفطار. هتخس ازاي؟ مش هتخس. هتمارس حياتك الطبيعيه ازاي تاني يوم؟ مش هتمارس. صدقني يومك كله مش هيكون فيه بركه. فتسحروا عشان السحور فيه بركه،
ممكن ناخد سحور. الناس اللي هي ما بتحبش السحور قوي تاخد وجبات خفيفه، اي نوع بروتين ومعاه مهضم او ملين للهضم. ايه نوع البروتين؟ جبنه قريش، بيض، فول، لانشون، كل دي انواع بروتينات موجوده وحاجات مصريه. حتى الطعميه ممكن اخد قرصين طعميه معمولين في البيت، على معمولين في الاير فلاير عادي، معمولين مثلا مشويين في البيت عادي، مش لازم يكون فيهم زيوت. طبق فول صغير، حته جبنه قريش صغيره، كام شريحه لانشون مع حته جبنه، اخدهم ومعاهم مهضم. ايه المهضم ده؟ يا زبادي يا رايب. الزبادي ده وارد يبقى لايت عادي، مفيش لايت يبقى ناخد زبادي كامل الدسم، بس يفضل ما يكونش بلدي عشان بيكون في طبقه قشطه كبيره. طب في بلدي مفيش مشكله برضه. ولبن الرايب هو مهم جدا جدا للسحور، مهضم كبير قوي. المعده دايما بيكون فيها حاجه اسمها بروبايوتيك وبريبايوتيك. البروبايوتيك دي هي بكتيريا نافعه في الامعاء تساعد على هضم الطعام. الغذاء بتاع البكتيريا النافعه دي هي البريبايوتيك، المواد الغذائيه التي تتغذى عليها هذه البكتيريا النافعه. المواد الغذائيه دي زي ايه؟ زي الزبادي وزي الرايب. انت تدخل رايب، تدخل زبادي للمعده، البكتيريا دي او تشتغل، او الفطريات دي او الحاجات اللي هي النافعه، البكتيريا النافعه دي تشتغل وتاكل وتتغذى، تخدم لك كويس. فنديها الغذاء، الوقود بتاع الهضم هو الرايب. خد لبن رايب علشان يهضم معاك كويس قوي. طبعا هتاخد البروتين بتاعك، تقدر تاخده معاه نشويات اقدر، بس بلاش اكتر من نص رغيف، يعني خليك نص رغيف بلدي، علشان انت لو بتحب النشويات وخليها في الاخر بعد ما تاكل جبنه، بعد ما تاكل بيض، بعد ما تاكل الزبادي، بعد تاخد نص رغيف، او تاخدهم معاهم بكل بساطه عشان تهدي معاك الاجواء. وطبعا انا مش هقدر انكر دور الميه على مدار الفتره دي، لا يقل من لتر ونص ل 3 لتر. يا جماعه يا جماعه اشرب ميه كل كوبايه ميه كل ساعه، كوبايه ميه كل ساعه، كوبايه ميه كل ساعه. وكمان ما اقدرش انكر دور الرياضه، يعني سيادتك لو بتمارس رياضه او عندك مجهود حركي مفيش اي مشكله، مارس المجهود الحركي ده من نص ساعه لساعه، هيفرق معاك قوي قوي قوي. خليه بعد وجبه الفطار بساعتين 3 ساعات علشان يكون الهضم اشتغل، وهضمت وجبه الفطار وانت بتشغل الحرق بتاع يومك كله. بلاش يكون بعد الفطار مباشره، بلاش يكون قبل السحور مباشره. ادي مساحه لنفسك في اليوم علشان جسمك يشتغل بطريقه صحيحه وطريقه جميله. احنا كده النهارده اتكلمنا عن اول جزء او اول بارت من سلسله الحلقات بتاعه اجواء رمضان، او سلسله حلقات دايت 9 ايام. كملوا معانا باقي الحلقات والسلسله، ادخلوا على اليوتيوب علشان تستنوا الحلقه القادمه واحنا نقول فيها الاسبوع الثاني او 9 ايام القادمه هيكون فيهم ايه، علشان نوصل لناتج ال 10 ل 20 كيلو اثناء الدايت. وعلى فكره اللي انا قلت لك ده اول اسبوع، ده لا يقل عن نزول في الوزن من 2 ل 4 كيلو. ممكن توصل للرقم ده، اوصل للرقم ده بكل سهوله لو خدنا تجميعة الثلاث اسابيع كل اسبوع في 9 ايام نقدر نوصل ل 20 كيلو بكل سهوله. لو خدنا من 4 ل 6 كيلو يفرق معانا قوي 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 الكلام ده كله، وهتاخد ناتج جميل جدا وناتج سهل. في نفس الوقت احنا ما حرمناش نفسنا من حاجه، ومشينا مع الناس وقابلنا كل الحاجات الجميله في رمضان بكل حب، ونفسيا احنا مهيئين الاسبوع اللي بعده. تابعوا معانا وكملوا علشان يوصلكم كل جديد على القناه. شكرا.